الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال سبحانه: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. في هذا الحديث يروي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أن رجلا قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها وبرئ منه، فكذبته في دعواه ولم تقر هي على نفسها، فتلاعن بأن شهد الزوج بالله 4 مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في الخامسة، ثم شهد الزوجة بالله 4 مرات أنه كاذب، ودعت عن نفسها بالغضب في الخامسة. فلما أتم اللعان بينهما فرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرقة دائمة بينهما، وجعل الولد تابعا للمرأة منتسبا إليها منقطعا عن الرجل غير منسوب إلى أبيه، نسأل الله السلامة. يؤخذ من الحديث ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجته بالزنا وتكذبه. إذا تم اللعان وانتفى الولد الملاعن عن نفسه من أبيه صار منسوبا إلى أمه فقط. كذلك أيضا الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين فلا تحله بعد تمام اللعان بحال من الأحوال. إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه إن كذبته لئلا يلحقه نسب، فيفضي إلى أمور منكرة، حيث يستحل من الإرث والنظر ولحوق النسب واختلاط بالمحارم وغير ذلك، نسأل الله السلامة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبنى على قرائن ولا يحجبها عما هو متعارف مألوف بين الناس المحافظين، ما دام لم يرى ريبة ولا يتركها مهلة. تمام. ثم بارك الله فيكم، عليه أن يكون حازم من بداية أمره، ألا يتساهل بموضوع الحجاب وما إلى ذلك حتى لا يكون مرتابا.